كابتن حسام حسن صعد أول مجموعته في تصفيات أفريقيا، كابتن حسام حسن صعد أول مجموعته في تصفيات كأس العالم، فأنت عايز تقول عليّا من دراويش كابتن حسام حسن قُل، عايز تقول إن أنا باطبل له برضه قُل، ولكن الحقيقة تُقال إن هنا منتخب مصر ما لعبش كورة من عهد كابتن حسن شحاتة إلا مع كابتن حسام حسن، دلوقتي بقى ليك شكل في الملعب، بقى في تنوع خططي، دلوقتي ما بقيتش تعتمد على لاعب واحد، دلوقتي كل اللعيبة بتظهر، زيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد وإبراهيم عادل، لأ أنت بتقضي على أسطورة باص لصلاح دلوقتي كل اللعيبه بتتألق، هتقول لي ما كان في كوبر، هاقول لك كوبر ده اللي ضيّع هويتك وكان بيدافع قدّام منتخبات، ما اعرفش هي صعدت أصلًا أفريقيا إزاي، هتقول لي هنا كيروش، هاقول لك كيروش ده اللي كان بيحتقرك وبيتريق عليك، وكان شايفك أصلًا ما بتعرفش تلعب كورة، وكان شايفك كده منتخب هلهول، هنيجي بقى لفيتوريا، وفيتوريا ده بالذات في منتخبات مش موجودة على الخريطة كانت بتلعب عليك ماتشات كبيرة وبتعمل عليك هنا كورة، فأنت لازم تدّي كابتن حسام حسن، هتقول لي يا عم ده إحنا ما دخلناش على ماتشات كبيرة، هاقول لك عندك حق، بس ارجع معايا كده شوية لورا هتلاقي إن منتخب مصر أصلًا ما كانش بيعرف يلعب كورة قدّام منتخبات زي إثيوبيا، تنزانيا، وبنين، بس كده.